مساء الهنا، يا مساء الحب والسرور والسعاده حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. طبعا انتوا مستغربين جدا ايه اللي انا عاملاه ده. انا النهارده يعني بدانا احنا حمله التنظيف دي بقالنا كام يوم زي ما انتوا عارفين، فانا النهارده قررت ان انا انسف مطبخي. تنسفي مطبخك؟ لا مش هبيض يعني او هركب سيراميك او كده، لا هنسفه نظافه. تمام. العمله دي انا بعملها تقريبا كل سنه. التنظيف العادي اللي من تحت ده انا بعمله كل شويه، لكن التنظيف بقى اللي من فوق ده انا بعمله من السنه للسنه. تمام. يلا بينا نشوفوا احنا هنعمله ايه مع بعض. طبعا لازم زي ما قلت لكم نعمله من فوق لتحت. طب انا هعمل انت الاول غسلتي الالومنيا بصوا انا والشفاط. انا فكيت الشفاط وغسلته. تمام. الدواليب كلها انا مفضياها، هغسلها اهي زي ما انتم شايفين كده اهو. فضيت الدواليب تماما، طبعا غسلت كله، دعكت مواعيني، دعكت كوباياتي، حتى النجيف غسلته تاني وركنته كله بره. تمام. فضيت كل الدنيا، يعني انا كل الدواليب عندي فاضيه. تمام. هغسل بقى كله، هغسل التلاجة والبوتاجاز والسقف. السقف سيراميك. عندي شايفين السقف سيراميك، فطبعا الدهون عندي بتتكون فين؟ في السقف. طبعا في كل سنه بقى ايه بمناسبه بقى الحر والصيف وكده بقوم طالعه عاملاه. تمام. انا فرشه هنا مشمع فوق ظهر الدولاب، طبعا عشان انا عملتها مره وسبته كده بهدلني، لما جيت اغسل وكده بهدلني، فبقيت احط مشمع اشيله اغسل من فوقيه واغسل من جوه الدواليب. تعالوا شوفوا، انا مش عايزه احرق لكم الفيديو. تعالوا شوفوا هتقولوا لي طب انتي بتقولي من فوق لتحت، طب ليه هبتدي الاول بالدولاب مش هبتدي الاول بالسقف؟ هقول لكم. انا لو انا غسلت السقف الاول، انا بمسك الخرطوم، انا عمال ده خرطوم اهو، هشطف السقف فهينزل عليا هيغرقني وانا بغسل الدواليب. تمام. كده الدولاب انا هغسله واشطفه واقفله. تمام. فبعد كده هطلع اغسل السقف فهينزل على الارض، فاهميني؟ عشان انا كمان ما اتبهدلش. يلا بينا. انا طبعا غسلت فوق، انا ما وريتكمش بس انا غسلت بالباور فوق ظهر البتاع دهوت الثلاجه. تمام. وغسلت البوتاجاز، بصوا البوتاجاز. تمام. نضفته كله تماما بالوش من قدام، غسلت كله ما عدا طبعا دي كنت لازقه صوره زي ما انتم شايفين ومش عايز تطلع معايا خالص. جربت السلك الباور درجه درجه اشتغل فلاش، مش عايز تطلع الصوره، مش عايز تطلع خالص. تمام. ده مش مهم، احنا كده هنجيب صوره ثانيه وهنلزقها تاني. يلا بينا نكمل بقى ونشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا انتوا متفاجئين بالفيديو اللي انا بعمله ده، بس انا عايزاكم يعني ايه تشاركوني في كل لحظه انا بعملها، في خروج، في اكل، في شرب، في تنظيف، في كل حاجه انا بعمله عايزاكم تشاركوني فيه. تمام. يلا بينا. طبعا انا معايا هنا حاجه فيها ميه، احط هنا صابون كده، ومعايا سلكه ألمونيوم. يلا بينا نشوف بقى نعمل ايه، نطلع كده سوا. انا بصراحه لك انا بطلع من على الكرسي طبعا عشان انا قصيره معلش. تمام. فهطلع من على الكرسي كده. تمام. وبعد كده بقوم طالعه كده. نعمل ايه بقى؟ لازم نشق. عايزه اقول لكم ان المشمع بصوا عامل ازاي، مليان دهون. تمام. هنطلع كده نشيل بقى مشمعنا، بس طبعا بعد ما شلت المشمع بصوا نضيف، هو مش محتاج يتغسل اصلا. تمام. انا زي ما انتم شايفين انا لفه ماسوره الغاز بالعداد بكله بورق من هو بتاع الهدايا ده. تمام. اولا بيحافظ عليه وعلى شكله وبيدي منظر حلو، فاهميني؟ هيتغير ده، هغيره بس طبعا بعد ما اغسل. بعد ما اغسل بقى هشيل كل ده وايه وهنضفه. طبعا في الارض اهو كده. تمام. نجيب بقى كده اهو ونقوم غاسلين بقى كده. تمام. اهو. طبعا انا بغسل السقف بالحيطه، وهفك برضو اللمبه دي وهغير لها اللمض وهغسلها من جوه. هنشوفوا كل ده، انا عايزه اوريه لكم بالتفصيل. تمام. اهو فاهميني كده؟ طبعا المشمع مسهل عليا، اللي ما عندوش مشمع يا جماعه ممكن يجيب ورق زي اللي انا حاطاه كده ده بتاع الهدايا ده ويغسل بيه، ايه ويحطه فوق الدولاب، فاهميني؟ تمام كده اهو. طبعا هو سهل معايا، في بس الحته اللي هي كانت عندنا شويه فيها شويه دهون، بس عادي هترعد اهي بالسلكه مفيهاش اي مشكله اهي كده. نجيب برضو من ورا العداد بيبقى كله دهون برضو اهو.
شايفين؟ ندعكه كده. بين الليفه يعني. لا هي مليانه ميه يا ماما، بس انا كنت عايزه شويه كلور. ماشي سيبيه دلوقتي، سيبيه دلوقتي. انا هبوشه الاول وبعد كده ابقى احط له شويه كلور. تمام، انا بس عايزه اوريكم انا بعمل ايه. تمام، انا بعد كده هبقى ارش له شويه كلور وهبقى اعمله. بس انا بحط له الصابون ده ببوشه ايه شويه. تمام، يعني احنا كده عملنا كده خلاص. بعد كده بنقوم بقى ماسكين الدواليب. تمام، من جوه ومن بره. نفتح كده الدولاب من ده. طبعا انتوا مش هتعرفوا تشوفوا قوي. تمام، استنوا كده شويه. باين اهو عندك. طبعا بنغسل الدواليب. معايا الدواليب انا برضو كنت فرشاها ورق من بتاع الهدايا ده يا رب كنت فرشاها بتاع ده زي مشمع كده. تمام، طبعا الحيطان بتاعت الدولاب كده، سقف الدولاب. تمام اهو. برضو الدواليب دي انا هغسلها برضو من هنا كده. بصوا الحاجات دي بتكون دهون يا جماعه. بصوا كده الحاجات دي بتكون دهون. ناخد صابون وندعكه كده. تمام، ده التنظيف يا جماعه. ده التنظيف. ده كده انا نظفت مطبخي. لكن طبعا انا بنشفه بالقماشه وبسيبه يوم كامل قبل ما وافتحه الدواليب، عشان طبعا الميه اللي جوه دي ما تعفنش تعمل عفونه وتنشف، عشان اعرف انشف ايه يعني افرش حاجتي. تمام كده اهو. طبعا برضه انا هنزل اعمله من تحت من هنا. انتوا واصلينكم ازاي كده؟ الحتت اللي هي بتكون فيها الدهون دي كده بالايدين بالمقابض اهو. نجيب صابون تاني نفتح الضرفه دي نعمل كده. بس الدهون كل دي دهون بتبقى متكونه من السنه للسنه. وحتى والله لو مش من سنه لسنه بتتكون برضه. انا بطلع اعملها في نص السنه الدواليب، لكن السقف لا. السقف بيبقى عالي عليا قوي، بيبقى بهدله، لان لازم اجر الدولاب واقف فوقيه كده. فاهميني؟ فاهو كده ناخد الصابون نعمله كده. حته دهون برضه ممكن ترشوا شويه باور ستريك. تمام كده. هو ما شاء الله عليه، هو اصلا راكمين ايدينا فيه على طول. بصوا ما فيهوش اي دهون، هي بس لو في حتت بتبقى ايه فوق كده. تمام، انا هكمل بقيه الدواليب. طبعا انا معايا 1 2 3 وتحت. تمام، وهرجع لكم تاني وانا بعمل السقف. دلوقتي يا حبايب قلبي بعد ما خلصت خلاص. تمام، فتحنا بقى. انا معايا الخرطوم اهو، فتحنا الموتور اهو. طبعا يا جماعه الناس اللي عندها حساسيه من الكلور، انا عندي حساسيه من الكلور. تمام، فعايزه اقول لكم ان ايديا باظت. المفروض ان انا كنت البس جوانتي ما لبستش. بصوا المفروض ان يشطب بقى كده زي ما انتم شايفين اهو. ندعك كده بايدينا واحنا ايه بنشطب اهو كده. ده وظيفه طبعا الدولاب اهو كده نشطب. دي برضه انا غسلتها. الكورنيشه بتاعت الدولاب دي بتتغسل برضه. تمام اهو. نشطب الاول كده كله من بره اهو. اهو تمام. نفتح بقى الدولاب من جوه. طبعا هو كله الومنيوم يعني، هو مش خشب. وده حتى لو خشب هغسله برضه. مش هعرف بقى عشان الميه والكاميرا. انتوا شايفين من بعيد اهو. بصوا زي ما انتوا شايفين كده من جوه اهو الخرطوم. بشطف السقف، بشطف الدولاب، بشطف الباب اهو. شايفين الميه اللي نازله اهي كلها صابون. تمام، نفتح الضرفه الثانيه. اقفلي الضرفه دي. تمام، نفتح فيها الضرفه الثانيه. نشطف السقف كده زي ما انتوا شايفين كده من الظهر اهو. تمام، والدولاب ناخد الباب اهو. تمام، نشيلنا بقى كده اهو. ثواني مفروض ثواني في ميه هنا اهو. ممكن عادي بعد ما غسلت كده الاقي في حته عايز تدعك تاني عادي، اقوم جايبه كده. تمام، اقوم جايبه السلكه اهو تاني في حته ما اتدعكتش كويس، اقوم عاملاها كده ملهاش حاجه. هي بعد ما بشت بالميه ظهرت اهي عادي. طب تاني كده ممكن بايدي عشان الميه ده حطيت فيها كلور واقوم شطفه فيها كده اهو. خلاص كده ايه ده عملت الدولاب. اقفلي يا ماما فوق. تمام، ارمي الخرطوم. بصوا بقى كده ارمي كده الخرطوم ده خلاص مش عايزينه. نبتدي بقى ايه
ان احنا هنغير كنت عايزه اغير. عملنا الدولاب، معلش الكاميرا لخبطت من ماما شويه. بعد ما عملنا الدولاب تمام هنبتدي بقى نعمل ايه؟ السقف اللي فوقيه زي ما قلت لكم. خلاص يلا بينا بقى. احنا كده هنغير الميه لان طبعا الميه باظت خالص، مطرح الدهون والايدام وكده. انا كان معايا فرشه اهي برضه بشتغل بيها. تمام نشيل كده البتاع بتاعتنا ونضغط كده. تمام وجايبين شويه صابون كده ونحط بقى شويه ميه من الحنفيه. طبعا لو معاكي طفله او حاجه بتساعدك يبقى احسن. تمام يلا شايفين كده اهو. نقفل بقى فلنا هو الموتور. ناخد بقى ميه الصابون بتاعتنا اهو. يلا بينا. عايز سلكة ثانية؟ لو في يا ريت في سلكة. عايزه اقول لكم الدنيا كاتمه جدا وحر اهو. دول اتنين اهو. ايوه هاخد واحده كده. تمام ناخد بقى كده. هعمل الحيطه الاول وبعد كده السقف. ليه؟ لان انا وحشته في المكان الاتنين مع بعض، لان السقف ما نزلش عليا صابون وانا ايه بس امسك كده بلاطايه بلاطايه اهو. بلاطايه بلاطايه اهو. شايفين كده اهو لحد ما الملمس نفسه بتاع الدهون يروح مني كده. شايفين اهو كده. انا بنضف يا جماعه كده. انا بنضف، مش انا امسك بتاع ده مساحه واقول ان انا بنضف. لا انا كده مش بنضف. طبعا هي كل واحد وطقوسه في التنظيف. صح يا ماما؟ بلي الليفة. عايزه اقول لكم اليوم ده بيبقى متعب جدا. بتقعدوا بقى تتشقلطوا من فوق لتحت، تقعدوا بقى يومين متكسحين جنبه. شايفين منظر البلاطه دي من البلاطه دي؟ طبعا دي كلها دهون. بصوا بقى المنظر. انا هصوره لكم بعد ما اخلص خالص اهو. على فكره يا جماعه انا ما بحبش اعمل روتينات، بس انا ايه حبيت اوريه لكم يعني. تمام كده. اجي اخد بقى ايه. انا كده هعمل الجزء ده كده فاهميني، عشان الحاجات دي كلها هتتكون عندي هنا عشان ابتدي افضي هنا واغسل هنا. بصوا بقى نجيب صابون كده. شايفين المنظر؟ شايفين يا جماعه المنظر اهو. اهو باين معاكي يا ماما في الكاميرا؟ لا انا مش شايف. باين. باين ولا تزودي؟ لا باين. دي صفرا ودي ابيض اهو. شوفوا كده. دي تعبت هغير اهو كده. تمام حبايب قلبي. انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو. طبعا هصور لكم بعد ما انا هخلص. هاتي من السقف كمان. طيب انا هصور لكم برده حته من السقف. خلاص ما انا كده خلاص هم هيفهموا بقى انا عايزه اعمل ايه اهو. بصوا كده. شايفين هي الدهون كلها اللي في السقف بتطلع اهي كده اهي. تمام. وبرده بعد كده همسك الخرطوم واشطف كل ده. هتقولي لي اشطف كل ده عادي والكهرباء. اولا ربنا بيسلم ثانيا بفتح الشباك عشان كده انا عايزه افصل الفيديو عشان انا هفصل اللمبه طبعا وهسيبها بقى يوم خالص تصفي كامل واخدين بالكم. وبعد كده بقى ايه ابتدي بقى افرش وهوريكم بعد كده هعمل ايه. فانا هوقف الفيديو لحد دلوقتي لحد ما اخلص خالص وهوريكم منظر. ان انا عايزاكي برده ماما تصوري دلوقتي كده يعني منظر الدهون وشاوري عليها. دي بقى يعني قبل ودي بعد. بصوا دي قبل ودي بعد. تمام. انا عايزاكم تحطوا بالكم الصوره دي عشان انا بعد ما هخلص هصور لكم الحيطه دي كده بالمنظر ده. ان دي كانت فوق البوتاجاز طبعا القليه والدهون والتحمير والحاجات دي كلها طالعه. مع ان انا عندي شفاط بس مش بيشفط قوي يعني اهو في الجنب. تمام. بيشفط ريحه مش بيشفط دهون. فهصور لكم بعد ما اخلص ونشوف. باي مؤقتا. بصوا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده اهو. عايزه ابعد لكم الصوره. بصوا منظر السقف زي ما انتم شايفين كده. وادي الحته كنت بقول لكم عليها فوق البوتاجاز اهي. بصوا نتفت ازاي. الصفار ده كله راح اهو. وادي البوتاجاز اهو نضفناه خامه. حتى الشباك مش عارفه باين ولا لا.
ثواني الفوكس هيتعمل اهو زي ما انتم شايفين كده. غسلنا الشباك، غسلنا كل حاجه، غسلنا الدواليب اهي زي ما انتم شايفين كده كلها ميه لسه ما اتنشفتش اهي. بصوا الارض كله اتغسل. الغساله الصغيره اتغسلت. تلاجة، بصوا التلاجة بقى فضيتها خالص وغسلت الارفف بتاعتها تمام، وغسلتها هي من جوه زي ما انتم شايفين كده اهو. والفريزر برضو اهو شايفين اهي، خليتها كلها ايه بتبرق. وادي السقف بتاعي، ادي الحيطه اهي، وادي السقف كله ايه اهو. اللمبه بقى فرق بين اللمبه والطرقه بره بغساله الاطباق بغساله الهدوم. كل ده لسه ايه مش هعمله دلوقتي، هنعمله ان شاء الله في فيديو جديد. تمام، يلا اشوفكم بخير في فيديو جديد، وباي.